صباح الفل، انا مريت النهارده هعمل لكم فطار صحي ولذيذ قوي، كمان مش هياخد منكم وقت طويل. عالي البروتين وفيه عناصر كتير، مناسب قوي للناس اللي بتعمل لو كارب او الناس اللي بتعمل دايت عموما. لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. مريت اسعد شيف صغير، قناه اسمها شيف صغير. فيلا بينا بقى نشوف الوصفه بتاعتنا. اول حاجه احطها هو اللانشون البيف، وده اختياري، ممكن تستغنوا عنه او تحطوا بداله اي نوع تاني انتوا تحبوه. وكمان كان اليوم ده عندي فلفل اخضر فاستعملته، تقدروا تحطوا كمان فلفل الوان هيبقى حلو قوي، وجزر مبشور لو عندكم، وشوية كزبرة وبقدونس. دلوقتي معايا حبايتين بيض، وهضيف عليهم بقى البهارات بتاعتي، ملح شوية من الفلفل الأسمر والكمون والكزبرة، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان تبقى الوصفة كده هشة ومش مكتومة. هحط بقى كل اللي انا قطعته ده، اللانشون بقدونس والكزبرة والفلفل الأخضر، وهقلب كويس قوي. دلوقتي بقى هضيف بطاطساية مسلوقة متوسطة، البطاطساية دي بتفرق جدا في الطعم، وفي نفس الوقت يبقى كده الوجبة متكاملة. وكمان هضيف جبنة قريش، يعني لو حابين تستغنوا عن الخطوة دي تمام، بس الجبنة القريش مع البيض مع البطاطس بيخلي الوجبة بجد مشبعة جدا، مش هتقدروا تكملوها. دلوقتي انا جبت الطبق الصغير ده وهدهنه معلقه زبده صغيره او سمنه فلاحي او زيت زيتون، شوفوا الماده الدهنيه اللي انتوا حابينها. وهبتدي ان انا احط الخليط كله في الطبق، وهدخله الفرن، بس احط طبق الفويل ده على طبق تاني او على صينيه تانية يعني. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة متوسطة، واشغل الشواية او المروحة عشان ياخد لون من فوق. وبس كده معاكم احلى وجبة فطار ممكن تدوقوها، وممكن كمان تضيفوا عليها جبنة موزاريلا في الاخر، تدي لون كمان وطعم من فوق. وبس كده الوصفة بتاعت النهاردة سريعة وحلوة، واتمنى تجربوها. اشوفكم في وصفة جديدة، وباي باي.